يا صباح الخير والتفاؤل على كل مستمعينا في كل مكان، أصدقاء راديو تسعينات اف ام وأصدقاء برنامجكم سنة أولى بزنس. مكملين في رحلتنا مع الناس الشاطرة اللي خدوا خطوات في الدنيا بتاعتهم، ناس شبهي وشبهك وعملوا نجاحات مميزة في الدنيا الخاصة بيهم. النهاردة هيكون معايا ضيف مميز جدا، بدأ حاجات مختلفة، عمل بصمة في الدنيا بتاعته وساب أثر فارق جدا في كل اللي حواليه. النهاردة ضيفي هو دكتور أحمد عوارة، هو Personal Branding Strategist وهو Career Development Coach ICF، صيدلي في الأساس، اشتغل في التدريب من 2015، متخصص في الرحلة المهنية وبناء الهوية الشخصية الاحترافية، درب أفراد، شركات، كيانات حكومية كتيرة جدا على التطوير المهني وبناء الهوية الشخصية التجارية. صدر لي كتاب في معرض الكتاب السنة دي، العقلية تكسب، والكتاب حقق نجاح خطير في خلال معرض الكتاب. أهلا بيك يا دكتور أحمد، سعيدة بوجودك معنا جدا في سنة أولى بزنس. أنا أسعد والله، ربنا يكرمك، وده شرف لينا، ونتمنى كده ربنا يطلق لساننا بقيمة مضافة للمشاهدين الكرام إن شاء الله بإذن الله. ده أكيد إن شاء الله. بإذن الله. قبل ما نعرف من دكتور أحمد الحكاية بدأت منين وخدته وراح بيها على فين، هنطلع فاصل سريع. مستمعينا استنونا، ما تروحوش في أي حتة واسمعوا معايا الحكاية الملهمة من أولها لآخرها. ورجعنا لكم مستمعينا، وقبل الفاصل عرفتكم على دكتور أحمد عوارة من وجهة نظري البروفيشنال. أحبك أنت يا دكتور أحمد تعرفنا مين هو دكتور أحمد عوارة. طيب، لو أنا هعرف أحمد عوارة كتعريف مهني يعني، أنا في الأساس كنت صيدلي ومارست مهنة الصيدلة 5-6 سنين. حلو جدا. فتحنا فيها بيزنس أو 2 بيزنسز، وجينا في وقت كده كان مفترق طرق ان احنا لازم نشد فيشة حاجة، يا الصيدلة يا التريننج. وانت بتعشق التريننج؟ وبعشق الاثنين لان فيهم عامل مشترك، البني ادمين. ودي بالنسبة لي هي وده لما الواحد بيعب نفسه قدام بيعرف. بيرفلكت بالظبط. فكان في وقت لازم اشد فيشة. فوقع الاسقاط على ايه؟ كان للاسف طلقنا صيدلة بالثلاثة وكملنا بقى. حلو الاكسبريشن على فكره. هو مش بالثلاثه قوي لاني بمارسها برضه لسه. وبمارسها لسه بس على الاقارب بقى والصحاب يعني. حلو جدا. عشان برضه فيها نوع من الامباكت، ربنا يتقبل طبعا. وبس ستيل بقى انا حاليا في الكوتشنج بقى لي تقريبا 2 سنين. بدات السنه الاول كده بشكل مش بروفيشنال، وبعدين ربنا كرمنا واخدنا السيرتيفيكت في الكارير كوتشنج وفي البيرسونال براندنج. فده تقريبا بشكل بريفلي خالص مين عوارة وبنعمل ايه. الله. طيب، وايه سر تميز العقلية تكسب؟ خلينا بقى ناخد من ورا لقدام ونحط كله على بعض. وانا عارفه ان انت ما شاء الله عامل كورسات كتير وعامل حاجات كتير، بس العقلية تكسب كان ليه امباكت خطير في السنه الاخيره. هقول لحضرتك، احكي لي. دايما لو بصينا حوالينا هنلاقي اغلب الكورسات، الكتب، الدورات بتجاوب على سؤالين. حلو جدا. ايه وازاي. الوات والنو هاو. ليتس سي ان احنا هنتعلم جرافيك، انا اقول لك الادوات وهقول لك الحاجات اللي هتساعدك تبقى جرافيك ديزاينر. بس عمر ما هتلاقي حد بيجي في بدايه الكورس يسال المشتركين ليه اخترت الديزاين. صح جدا. هو بيقول له، وممكن يكون هو ما شاء الله الانستراكتور او الترينر ده رهيب، بس كونه هيسال ليه ده باب جحيم، بيفتح عليه ابواب رهيبه. فبيضطر او مش بيضطر، هو بيقرر لانه هو ما يعرفش ان في واي، فما بيتطرقش للامر ده اصلا. لانه لو قال لواحد ليه، وارد بنسبه 90% الناس تعمل ريفند. اوكي. فده هيكون خساره، وهو مش ذنبه الحقيقه. يعني هو الراجل عامل عليه جدا في مجاله، ويا جماعه انا هنا اللي هتتعلم، اللي محتاج يتعلم جرافيك انا موجود. بس هو ما حدش قال للمشترك انت ليه رحت جرافيك. فانا بقى قررت افتح انا باب الجحيم ده واجاوب على الواي. انا دايما مؤمن ان الوات والهاو سهلين جدا لو الواي وضحت. بالظبط، والواي هي الاساس. بس فسر البيج واي السر في البيج في بقى اللي هي السمول وايز بتاعت المرحله. بالزبط. وفي البوسطه الكبيره اللي احنا بنسميها نورث ستار. فانا قررت بقى بفضل ربنا ان انا لا، يعني هو ليه بنعمل اي حاجه بنعملها، وليه قررنا الحاجات اللي ما بنعملهاش ما بنعملهاش. فده يعني ان نوت شيل كده في يعني زيتونه العائله تكسب
ليه العلاج تكسب ازاي؟ تكسب دي اهم حاجه والله. انت من الحاجات اللي انت شاطر فيها يا احمد، وبتبروزها ما شاء الله على المنصات المختلفه، وبالذات على لينكد ان الكونسبت ده. حتى كل حاجه، حتى الفيجوال ايدنتيتي، حتى اللمبه اللي بتنور، حتى المخ، حتى الايكونز اللي على الموبايل عندي. انا شايف دايما ان البني ادم في ال4 5 سم اللي هنا دول هم دول اللي بيعملوا كل حاجه. طبعا. يعني انا لو دايما اضرب المثال المتواضع ده، لو واحد معاه عربيه لامبرجيني موديل السنه فيها كل الفيتشرز، يعني مش ناقصها حاجه، وهو مش بيعرف يسوق ومش عارف رايح فين، ايه يا جماعه ده انتوا جايبين لي بتاع خربانه ملهاش لازمه. لو هو معاه عجله صيني بسيطه جدا بس هو عارف رايح مشوار وبيعرف يسوق هينطلق. طب انا بقى معايا لامبرجيني ومش بعرف اسوق، هل في اوبشن؟ لو في مايند سيت. باختصار هصور التابلو بتاع العربيه لشات جي بي تي وهقول له اعمل ايه في دي، هتحرك. ده التطور الطبيعي دلوقتي، لان انا ما هي عقليه، بقى عندك مايند سيت. هي دي بقى واتس اول اباوت مايند سيت. شكرا. حلو جدا. ده اللي بنحاول دايما نبرزه يا جماعه، مش بالامكانيات ومش بالادوات. انت ربنا كرمك بحاجه ما اداهاش لكل الكائنات، خاصه بيك انت. فانا اكيد لما اجي هتصرف في الحياه مش هبقى زي كل الكائنات، اكيد هستخدم الحاجه اللي انا اخدتها كتول او كسلاح. ربنا خاص بالذكر، انت كبني ادم عندك ده، هتعمل بيه ايه؟ لكن انا اعطله واشتغل على الوات والهاو من غير ما اعرف البروسيس بتاع دي او انا ليه اصلا بعملها. انا شايف ان احنا ممكن هنضيع كتير قوي، نرجع نبص ورا، هو احنا ايه اللي جابنا هنا؟ حلو جدا. وده ياخدنا ان انا اسالك، كلنا لما بدانا البيزنسز بتاعتنا بيمر علينا تحديات. اكيد. ايه التحدي اللي عدى على احمد عواره هو قبله غير هو بعده، وازاي اتغلبت عليه؟ يعني احكي لنا تاني. ما هو احنا بنعرف برضو منك اكتر، لان دي خبره ما شاء الله انت بتنقلها لمستمعينا. ربنا يتقبلها يا رب. لو بتتكلمي هنا على تحدي مهني في الشغل، يعني ان جنرال، في ان انت تقول مهني او شخصي، لان الاثنين بيرفلكتوا على بعض. حياتنا واحد بصراحه. الانسان فعلا مش هينفع يتفصل يعني. طيب لو هتكلم على تشالنج ممكن اخدها من زاويتين، زاويه صحيه. اوكي. لان انا برضو كنت فاكر حاجه ولما دخلت الامر لقيت لا، وسبحان الله من قدر ربنا ان انا كنت فاهم غلط. الحاجه التانية كان تحدي بقى مهني، ان انا بكلمك في 2015 واحد كده قرر يقول ايه صيدله دي، انا عايز انط في حاجه تانية اسمها تريننج. 2015 ده اللي هو ما كانش بنفس القوه بتاعت النهارده اصلا. ده هو لحد النهارده فيه ignorance وانكار. تخيلي بقى من 10 سنين. بس قبل الكورونا غير بعد الكورونا، المايند سيت بتاعت الناس حتى تقبلهم للكلمه. يس. فاللي هو ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ في حد يسيب الطب والدواء يا جماعه، وفي مصر بالذات هي صيادله، دكاتره، مهندسين، دول في حته لوحدهم. مصروف على تعليمنا يعني احنا في الكليه. فاللي هو يا جماعه ماشي، ما هو انا مش كاره الكليه ومش كاره، انا بحب المجال جدا، بس لما الانسان بيتفتح عينيه على حاجات تانية بيبص لسكوب انا ما كنتش شايف الدنيا كده خالص. يا جماعه انا كنت فاكر الصيدلي بيلبس بالطو في صيدليه، ده لو بتكلم حتى على سكوب الفارماسيوتيكال. باي تايم لقيت انه احنا 8 مليار بني ادم، واتفاجئت ان في اكتر من 45,000 كارير باث. هو انا ليه كده؟ يعني انا ليه باصص كده؟ ولا هو ده بس. فلو هنتكلم على التحدي الاولاني، التحدي الصحي، ان انا كنت متخيل انتقالي من الصيدله لمجال التدريب هيبقى مريح عشان الوقفه، لان انا كان عندي مشكله في ظهري، فانا كنت بشوف حاجه اقل وجعا. قال يعني التريننج مريح. خدعوك فقالوا. لا هو انا اللي خدعت نفسي ومحدش قال لي. ايوه. ودي كانت احسن خدعه في الدنيا الحمد لله. التحدي بقى التاني الانكار، اللي هو ايه اللي بتعمله ده وهيوديك فين، وفي حد عبيط هيدفع في ده فلوس، واي كلام في اي كلام، انت بتبيع كلام. ما كنتش لسه مصدق احمد عواره؟ هو انا كنت مصدق، الناس اللي ما كانتش مصدقه. ضغط يعني الضغط الخارجي عليك يا جماعه في حاجه والله، بس انا مش عارف اسمها ايه ومش عارف لها اطار، بس انا متاكد ان ده بيودي الحاجه. لا انا اعرف الحاجه ولا اعرف الديستنيشن ولا اعرف اي حاجه، بس طالما ده ربنا القاه في صدري هتودي الحاجه في الاخر. انت مصدق شغفك ومصدق ان انت عندك ده، بس اللي حواليك ازاي تسيب الصيدله وتروح لده؟ لان كان معاهم حق، انت مش بتدينا مسمى. عارفه لا اقنعني ما اعرفش، بس انا اي بروميس انه في حاجه. فلما عدينا ال10 سنين، يعني لو انت سالتيني في 2015 انت هتبقى في 26 كوتش وترينر، هقول لك يعني ايه كوتش، يعني بيعمل ايه ده. بس انا الستايل او الايه البروسيس او الادوات اللي بنعملها ملهاش مسمى، بس ليها آلية وبتشوفي امباكت.
وامباكت محترم وبتشوف وبيفرق في output. حياه الناس. شكرا. فلما تيجي تقولي اسمها ايه ما اعرفش، بس انا متاكد ان سام تايم هنوصل لمسمى، ووصلنا لمسمى، بس انا ما كنتش هعرف اوصل بنضج النهارده في 2015. ده مستحيل طبعا عشان ادي لك الاسم فده الاكتر تحدي، الحته واو. الصحيه وحته الاجنورنس او ده تحدي الإنكار. خطير. والحمد لله يعني لولا ان احنا ما كناش هنقاوح ان احنا لنفسنا نثبت لنفسنا ان احنا ما ده له كناش- اسم اه وده موجود في الحياه يا جماعه. والحاجه التانية انه لا، مش شرط قوانينك تبقى قوانين الحياه، لا يعني خليك اوبن مايند ان انت تسمع وانك تتقبل حاجه انا ما اعرفهاش. فدي حاجه فرقت معايا جدا الحمد لله. وده اللي خلاك النسخه اللي عليها انت النهارده، هو ده اللي يعني خلى شخصيه مستورين احمد والله، الحمد لله. عواره هي اللي آه. موجوده النهارده. ما يعني شاء الله ما ندعي شاء ذلك الله. يعني. الحمد لله. طيب عادة الناس اللي بتعمل بزنس في مجال شبهنا التدريب أو في مجالات مختلفة، يس. من خبرتك إيه الحاجة اللي تقول لهم اعملوا 1 2 3 دي هتفرق معاكم في البزنس بتاعكم قوي؟ وإيه الحاجة اللي تقول لهم حاسب ده مطب من خبرتي ما تقعوش فيها؟ كأننا هننصحهم حاجة بوزيتيف قوي فرقت في حياتك أوكي. فعايز تديها لهم، وحاجة انت حسيت انها مطب وقفتك شوية او عطلتك شوية وبتقول لهم خلي بالكم منها، من برضو من خبرتك. واكيد ما شاء الله انت يعني سنين خبرة محترمة ما شاء الله. طيب يعني مش بحب كلمه نصيحه، انا اسميها وصيه، ان احنا أوكي. يعني اقل من ان احنا ننصح يعني. فخلينا ربنا نشير. الله يحفظك يا رب. هجيب الاجابه من سؤال حضرتك ان تمام. انت بتقولي لي اقول له اعمل ايه. انا هقول له اي حد بيقول لك اعمل ايه ما تسمعش منه. اوكي. وده يمكن حاجه غريبه شويه. هو اسمه بيرسونال براند. يعني انا علشان اجاوبك لازم اعرف مين البيرسونال. صح. لكن انا اعلبها واخليها في كوبايه عصير على رف، يبقى انا كده خليته سلعته، خليته علبه. يعني وان سايز فيتس اول، يعني العصير ده صح. لكل الناس، وده مش حقيقه. فاي حد هيوجه جنرال ادفايس او نصيحه عامه او كلام عام لاي حد في اي حته ينفع في اي وقت، ما تسمعش من اللي بيقول لك اعمل وما تعملش. لان مفيش حاجة في مفيش حاجة اسمها قوالب، كده أصلاً. كل واحد ليه البيرسونال الخاص بيه شكراً اللي جداً. بناء عليه بيعمل البراند بتاعه. فهتلاقي ان ممتاز. الجمله شقين، شق له علاقه بالبني ادم كاستم، وبراند مانجمنت اللي في العلم وفي الكتب البيزنس. ما ينفعش اجيب ده احطه على حاجه انا مش عارفها، لان ده الثابت. ما هو البراند مانجمنت مش هنخترع حاجه، طبعا. لكن ده- مين ثابت كبني ادم؟ هو احنا النهارده قبل حلقه الراديو غير بعدها، انا وحضرتك. صح. يعني النص ساعه دي احنا قبل غير بعد. فلما تيجي تكلمي عن اراء، معتقدات، قيم قبل الحلقه، هتحصلها تشالنجنج بعد الحلقه. الكلام ده اخباره ايه؟ فلو انا مش مديلك بارامتر تشوف الانبوتس اللي دخلت النهارده من كوتش دعاء العوار وهو مروح قاعد يفكر في كده، ده هيفرق معاه. ما هو ده البيرسون. بالظبط. فلما اجي اشير ستوري في تصوير حاجه ليها علاقه بالراديو، هيجي في بالي ده كان في حلقه كذا كذا، ده شكل عندي حاجه. ما ينفعش بقى لي واحد يقول لي ايه انت المفروض تعمل 3 حاجات لتصحيح مش عارفه ايه و5 ادوات الكلام ده لمين؟ الكلام ده لمين؟ عشان الكلام بس ده جنراتك اون سوشيال ميديا يا جماعه، جداً. مش والله جداً. ما بيرسونلايزد، ما خالص. تاخدوهاش لا، لا، على خالص. ما هو اشخاصكم. دي احنا حياتي هو ده يعني. الفرق. ايوه اصل يا دكتور عواره انا هنتكلم في السوشيال ميديا دلوقتي بس. فيجي يقول لي ايه انت من رايك بقى اعمل ايه؟ اقول له في ايه؟ فيقول لي في كده. اقول له طب انا اسالك سؤال، اكل النهارده فراخ ولا لحم؟ يقول لي اللي انت عايزه. يبقى اللي انت طب عايزه. اللي انت عايزه برضه. طب ما سهل ايه؟ يقول لي لا بس ده اكل. طب ما ده اصعب. الاكله دي مدتها قد ايه؟ 5 دقائق. الاختيار ده هيقف عليه خطوات شكرا. كتير في حياتك. فلو مش نابع منك بالزبط. من بيج واي زي ما حضرتك تفضلت في البدايه، انا بهزي اقول لك اي كلام. فدي لو اللي هنصح او هوصي وصيه اللي هو يعمل ايه ما يعملش ايه، انه ما يبقاش حد تاني. ان يكون هو نفسه. يبقى انا متقبل البني ادم اللي انا عايش معاه اللي هو انا، ومتقبل وحشي قبل حلوي، لان انا مش هينفع اتجمل، ولكني ازكي اللي هي رحله التطوير بتاعتي انا بقى. عشان لما اجي اطور حد ما ينفعش اكون بكلمك في حاجه انا ما شفتهاش، انا ما ما عدتش لمستهاش، عليها، بس ما خدتهاش في خبرتي. يبقى انا بقول اي كلام برضه. يعني صح. هتفرق في ايه؟ انا عمال اتكلم عن المايند سيت. طب هل ده شكل في حياتك حاجه؟ ما انا مش هتكلم بالحرقه دي وهضيع من وقتي ومجهودي في كتاب حاجه او في قراءه حاجه او في كتابه حاجه وانا ما اعرفش عنها حاجه. اللي هو طب انا جبت ده منين؟ فلما تيجي تلمسي ده، لا هو ده عواره. هتفتح له كتاب هتلاقيه، هتفتح له فيديو هتلاقيه، هتفتح له ارتكل هتلاقيه. فدي الوصيه اللي يعملها، ودي الوصيه اللي ما يعملهاش. ما تبصش لحد تاخده كوبي، هنبقى بص مسخ. في ورقتك، شكرا. ورقتك بتاعتك لوحدك. بس كده، هي دي الخلاصه. واو. ودي خلاصه، دي رساله قويه جدا. هي بص في ورقتك فعلا، لان انت هتيجي لوحدك.
انت هتيجي لوحدك فعلا، ما حد دنيا واحده هنوصل لوحدنا والله. يس والله فعلا لو احنا استشعرنا المعنى ده صح. هو ما حدش هينفعني. هم 4 اسئله سهلين جدا. انت عملت ايه في حياتك؟ عملت ايه في شبابك؟ الفلوس دي جبتها منين؟ وديتها فين؟ شكرا. الامتحان سهل وبسيط اهو، بس احنا نقعد ندور على حاجات بعيده قوي. انا بقى في البيرسونال براند لو مش حاطط ال4 اسئله دول ليهم اجابات، انا هبقى ضيعت 60 سنه في اي كلام. صح جدا. فيبقى بيرسونال براند ذهب هباء منصورا، فكان هناك كائن وعد. بالظبط. وده فرق حد بيسيب امباكت حقيقي في الدنيا بتاعته ودنيا الاخرين، بالظبط. وحد بيقول انا بعمل انا بعمل انا بعمل وهو ما بيعملش. وورد ذا توك. هي احنا هنا مايند سيت برضه بنرجع بالظبط. تاني للعقليه تكسب زي ما انت يعني قلتها. يعني سوبر الخلاصه في معنى الكتاب في الاسم نفسه. ما هو ده كان تحدي جدا، يعني اللي هو ايه، طب هسميه ايه؟ طيب هسميه ايه؟ هي كده سلوجن بسيط جدا يجمع يجمع الايديا. لان مش هينفع ان انا احط تبويب من الكتاب له اسم الناس هتربطه ده بتاع براندنج. حتى اول سؤال اتسال لي احنا متوقعين ان تعمل حاجه في الكارير في البيرسونال براندنج. ايه المايند سيت دي؟ ما هي الاساس. هي الاساس بتاع كل حاجه. ما هي الاساس. لو ظبط انا هطمن عليك. واو. انا هطمن. هتجيلي بقى في البيرسونال براندنج، هتجيلي في الكارير، انا هبقى شاري منك انت احنا بادئين منين، يعني احنا بانيين على ايه، فانا هبقى مطمن. وهي دي التيك اواي مسج اللي انت دايما بتديها في كل حاجه انت بتقدمها. بص انا مذاكره. عيب عليك. شفت انا بقول ايه؟ ما شاء الله. لا والله وده فارق. يعني خليني اخدك برضو للسؤال اللي دايما انا بحبه اساله لضيوفي. يلا بينا. السوشيال ميديا شكلت ايه في رحله احمد عواره، وازاي التيك اواي مسج دي عارف توصلها للناس من خلال السوشيال ميديا زي ما بتوصلها في الكورسات وفي الكتب وفي الحاجات اللي انت بتقدمها بالفعل؟ انا عارفه السؤال قوي شويه. ما شاء الله بجد، يعني ما شاء الله. طيب يا عقليه والله كله بيلعب جوه الدماغ. يا فندم العفو، بنتعلم منك والله. الله يعزك يا رب. طيب لما نسمي الحاجه بمسمياتها الحقيقيه. يلا بينا. هي ايه السوشيال ميديا؟ انا عرفتها ان هي اداه. انا مصدقه جدا. بس فانا سالت سؤال، انا هروح اجيب المايك ليه؟ علشان عاوز اصور ورك شوبس. ليه؟ علشان اوصل بيها مسج في توبيك معين. ليه؟ علشان اطلع المتدرب 1 2 3. يبقى انا عايز احقق ده، هيتحقق باي طريقه انكلودنج المايك او لا، فهتتعمل. صح. فانا حطيت المايك في حجمه. انا مش رايح اجيب مايك انا هعمل بقى ايه اكشن ان انا رايح اجيب مايك، لا، انا رايح اجيب اداه علشان احقق بيها 1 2 3. حلو كده. هي اداه واستثمار الاثنين. شكرا جدا. بالظبط. ما هو ده برضه حسب انت مترجمها. أيوة. ازاي بالزبط. لان ممكن حد يقول لك ده انا ضيعت 30,000 في مايك. انت ليه مسميها كده؟ يبقى انت عندك حاجه خلتك مش فاهمها. بالظبط. فنرجع للسوشيال ميديا. انا لما جيت لما كان عندي متابع بني ادم واحد 1 فولور، سالت سؤال، هي دي ايه؟ دي منصات تواصل اجتماعي. ليه؟ حتى اسمها تواصل اجتماعي. لقيت ان السوشيال ميديا بتعمل كل حاجه الا التواصل الاجتماعي للاسف. فلقيت ان انا مضحوك عليا. فانا هسمي مسميات انتوا اللي سميتوها ليه. انا فعلا مش انا لما بعوز حد بنزل اقابله. صح. نشرب كوبايه قهوه، تعرف على حد، في عزا، في فرح. فانا قاعد بعمل ايه؟ ما بعملش حاجه. وحتى الكوميونيكيشن واتساب، احنا بنتكلم في بيزنس في كول، ففين فين التواصل الاجتماعي هنا؟ فلقيت انه طب حلو، انا النهارده واحد معايا رساله وجبت مثلا ميدان عام عايز اوصل الرساله دي. لو انا قعدت بعلو صوتي ازعق جدا، كام حد وارد يسمعني؟ 100؟ مش كتير. انا لقيت بقى اداه ممكن تخلي في مليون. حلو جدا ده. تعالوا يا جماعه، بتعملوا هنا ايه؟ عندك حاجه قولها. صح جدا. فمن 2015 انا سالت سؤال، السوشيال ميديا دي اسمها ايه؟ عايزها في ايه؟ فقررت قرار جميل جدا، الكلام اللي بيطلع على السوشيال ميديا ده لو مش في ميزان حسناتي مش هطلعه. حلو قوي. انكلودنج بقى الكارير، البيزنس، الفلوس، القيم، العلاقات، التاثير، الرساله. الفلاتر دي كلها لما باجي اسال سؤال، هو انا لما انزل الريل ده هيروح فين؟ هيروح يمين ولا شمال؟ يمين. انا مش هفكر مرتين. حلو قوي. طالما هي لا تغضب ربنا وما فيهاش مظلمه، فايه اللي هيحصل؟ فالناس دايما تستغرب، هو انا لما ادخل عندك الاقي كل حاجاتك في الشغل، يبقى انت ما شفتش حاجه، يبقى انت برضو مسمي المسمى غلط. ما انا لما هبعت لك ريل فيها ايه قرانيه على تريننج داي بادئ الساعه 11 وانا اول حد داخل الغرفه، في رساله ضمنيه ان انا جاي اول واحد في القاعه، انت شفتها ان انا بوريك شغل جود فور يو، بس انا مش بوريك كده. انا بوريك ان في حاجه اسمها كوميتمنت.
كوميتمنت وسعي، اسكس انا وسعي وبعمل حاجتي مظبوطه في مكانها شكرا في وقتها. شكرا. انا مسافر 3 ساعات جاي، مش هاجي متاخر. اصل انا الطريق هطلع بدري 4 ساعات، مش هديك مبرر واتاخرت انا اسف يا جماعه، ولازم نقف وقفه ان انا اعتذر فيها ان ده مش العادي، انا احترمتك بس انا والله سامحني حصل كذا. لو ده كله مش مترجم، السب كونشس بيترجم. صح. يعني حتى لو هو حكم على الصوره ان انا مزهقه بالشغل، مخه بيكولكت شويه حاجات كده وبيحطها ايه، كونكتنج ذا دوتس زي ما بنقول، وبيربط النقط ببعض وبيكون منظور. فالبرسبشن اللي بياخده عن عواره في الاخر ايه، في حاجه حلوه يس. حتى لو ده خلاها كله في الشغل، بس هو مخه مبسوط، هنا فكره، هنا اسك، هنا مش عارف ايه، فبيلاقي في الاخر والله انا مش مضرور، لو مش هستفاد انا ما انضرتش، ما خدتش الذنوب. هينور لمبات معاه كويسه. انا متاكد مليون في الميه، حتى لو هو برضو مش واخد باله من ده. فنرجع لسؤال حضرتك، السوشيال ميديا بالنسبه لي اداه لتحقيق حاجه، الحاجه دي بقى حسب مرحلتها، بس في الاخر النورث ستار بتودينا فين، في اليمين ولا في الشمال. فلو انا هتكلم عن السوشيال ميديا نسميها بمسماها ونشوف الاداه دي هنستخدمها في ايه، لكن انا فين التواصل الاجتماعي في كده؟ فالامباكت بتاع السوشيال ميديا على حياتي ايه؟ هي توفيق ربنا باستخدام السوشيال ميديا، هي من غيرها لا، في حاجات بنسبه 90% ما كانتش هتتعمل. بالظبط، وهي فرقت في الفتره جدا جدا، واللي بيعرف يستعملها صح بينجح عليها. وده اللي انا زي ما انت لسه بتقول، النوايا والتظبيط والفلاتر اللي انت حطيتها دي كلها. لكن عشان حلو نبسط ونهلس وكوميكس بس في حجم، يعني ما هو كل حاجه برضو بوسطيه. انا النهارده حتى لما نيجي نقول ده في الورك شوبس بتاعت البيرسونال براندنج، يقول لي يعني انا ابقى فيك بقى، انا عايز اقول للناس ان انا كوميديان، ربنا يوفقك، بس ما تجيش تقول عندك سترينث اوكي، بس ما تطلعهاش للناس، بس في السياق. هو انا ينفع امشي اصلي في الشارع اصلي اصلي على نفسي؟ لا، ليه؟ نفس الكلام. هو انا ينفع امشي كوميك؟ فين بقى لكل مقام مقال؟ يعني انا النهارده جاي في اجتماع مهم اضحك واهزر، يبقى انت في حاجه غلط، اصل دي شخصيتي، لا انت عندك مشكله. حط نفسك في القالب اللي انت عايز الناس تشوفك فيه. أيوة، في المكان ده السياق، الكونتكست. شكرا جدا. فلما اجي اقول له، يقول لي انا حر، اقول له خلاص حلو، والناس برضو احرار، الناس حرار تقبلك او ترفضك. شكرا. تاخدك قدوه او ما تاخدكش. شكرا. لان احنا تشغلك او ما تشغلكش، او تشتغل معاك، تدير وزن بس، لان هي اوقات الناس بتتابع عشان تشوف الكيمياء. انا بتابع الدكتور احمد عواره، عارفه انه بيقدم حاجات في البيرسونال براندنج، بيتكلم على لينكد ان. انا عاجبني الستبس، انا هروح له لما اصدقه، ولما اصدقه يبقى هو ساب امباكت عندي. فانا رحت واتعاملت معاه واتعلمت على ايده. لو هو شخص مش الفاليوز مش شبهي، ما فيهوش مني، هو احنا في الكوتشنج في حاجه جميله قوي اسمها الكيمستري سيشن. يس، دي اهم حاجه، دي اهم حاجه في الكوتشنج. يعني انا بقول له بالبلدي كده، انت شاريني ولا لا؟ سيبك بس النولج والتولز دي جميله جدا، احنا ايه الدنيا في كيمياء، عارف تتكلم معايا، عارف بس مستوعب استماعي ليك، مستوعب، حاسس ان انا سامعك بجد، ارتياح بالظبط. ارتياح. انا والله انت شاطر جدا، بس انا مش مرتاح يعني على راسي جدا، والعكس انا كسيرفيس بروفايدر مش مرتاح، او العكس. احنا ليه نظلم بعض؟ يعني ليه العالم واسع وفي اذواق وفي اراء، احنا ليه نحط نفسنا في سياق انت مش قابلني وانا مش قابلك، رغم ان انت شاطر جدا وانا حلو جدا، بس مفيش كيمستري. ده جه منين؟ في جزء منه كبير من الميديا، ما هو جاي ببرسبكتيف او بامبريشن واخده عني، هو كونه خلال ايه؟ الحاجات اللي انا اديتها له. واو. وهنا نرجع نقول تاني، النصيحة اللي انت نصحتها او المسج اللي انت قلتها، نكون نبص في ورقتنا، ما نقلدش حد، ونشوف احنا مناسب نقول ايه للناس. يعني انا مش عارفه اوصف لك ازاي ان الحلقه انا مستمتعه بكل كلمه انت بتقولها. انا نفسي بتعلم والله، وبعرف يعني حاجات منك كتير. وحقيقي الاوقات الحلوه بتخلص بسرعه، يعني احنا النص ساعه بتاعتنا جريت الحمد لله، وخلاص بقينا حاجه خطيره كده صغننه قوي. فانا مش عارفه اشكرك ازاي على وجودك النهارده معايا. عايزاك تقول اخر حاجه، رساله للمستمعين. ايه الحاجه اللي انت شايف ان دي لازم ياخدوا بالهم منهم وهم بيعملوا بيرسونال براندنج؟ رساله كده في دقيقه سريعه جدا. الهوم مسج. يس. قد افلح من زكاه. واو. انت البراندنج ING دي باور اوف استمرار، ان انت تاخدها انا بطور فيا علشان النسخه دي تبقى فيرجن حلوه تتشاف، فلما هتتشاف هتقتضى بالايجابي منها. فالشروه بتاعت من زكاها دي هو الانسان، هو يعني ايه زكاها؟ هو بيحسنها. يعني في وحش طبعا، يعني في حاجات مش احسن حاجه، حلو، وانا متصالح جدا مع ده، وان شاء الله بحاول احسن، بشتغل عليه.
هي دي بقى. فلو انا هدي وصيه في الاخر نختم بيها البيرسونال براندنج، حط فيها نيه انه انا بزكي البني ادم اللي انا عايش معاه ده، عشان في الاخر لما اجي اشوف انت عملت ايه، على الاقل خالص حاولت اطور منها زي ما ربنا وصل. ما شاء الله. يعني انا بشكرك لوجودك الله النهارده والله. معايا في سنه اولى انا بزنس، اللي بشكر حضرتك جدا. وبشكر مستمعينا انهم سمعوا الحلقه. ارجعوا اسمعوا الحلقه تاني على الويب سايت بتاع تسعينات اف ام، وشوفوا اللايف بتاعنا على الصفحه الرسميه لتسعينات اف ام. هتلهموا بكل كلمه دكتور احمد عواره قالها لنا. ويعني بجد مستمتعه جدا بالحلقه عن نفسي جدا. شكرا جدا. وشكرا ليكم مستمعينا. نتقابل على كل خير في حلقه جديده وسنه اولى بزنس. كنتم مع دعاء العدلي. شكرا. شكرا.